كلمتين على الماشي النهارده للرجاله، اصدقائي طبعا حبايبي. عارف اكتر حاجه جذابه بالنسبه لاي ست هي ايه بقى؟ تفتكر؟ اكتبوا لي تحت، ممكن تكون هي ايه اكتر حاجه اتراكتيف للست لما تشوفها في الراجل، بتبقى يعني اتراكتد له جدا وشايفاه جذاب جدا؟ انه يبقى صريح معاها على الاخر. Do you know what's really attractive to women? Not having to guess someone's feelings. يعني ايه؟ يعني الست ما تفضلش طول الوقت بتخمن انت بتحبها ولا لا، هتتجوزها ولا لا، هتخطبها ولا لا، مش عماله تضرب اخماس في اسداس، مش عارفه تقعد قلقانه، مش مطمنه. كل الحاجات دي لما تبقى في ست مرتبطه براجل، دي معناها ان الراجل ده ضعيف الشخصيه جدا ومش جذاب وما عندوش ثقه بالنفس كفايه. عايز تبان قوي، شخصيه قويه وعندك ثقه بالنفس كبيره، حسس الست اللي معاك انها مطمنه لوجودك، انها مطمنه لحبك، انك مش بتعرف عليها اي حد، انك بتحبها فعلا وهتتجوزها فعلا، وطمنها على المستقبل. ضحكت وسعادة الست اللي انت مرتبط بيها او متجوزها دي في حد ذاتها منتهى القوة بالنسبة لك، منتهى الثقة بالنفس، هتشيلها لك العمر كله. انك فعلا مطمنها، مريحها، شايل من دماغها القلق، محسسها ان هي مطمنة وما بتفكرش وما بتدورش وراك ولا تبص في تليفونك. انت مطمنها، اللي جواك زي اللي براك بالظبط. لو مش مبسوط معاها قول لها بس ما تعرفش يعني عليها واحدة تانية. لو مش قادر تكمل واجهها وقول لها، وما تختفيش فجأة. من حقها انها تفهم هي ليه مش مكملة معاك كراجل. المواجهة هي قوة الراجل. الهروب والزوغان والاختفاء ده منتهى الضعف. شايفها يا سيدي مش مناسبة ليك، كلمها، حاول تصلح العيوب اللي انت شايفها فيها. ما عرفتش قول لها مش لازم تروح تتجوز عليها، مش لازم تروح تحب عليها، مش لازم لو هي مخطوبة تعرف بنات وتكلمها. قول لها عيوبها ايه لو هي تقدر تصلحها. لكن فكرة ان انا اعرف عليها حد او ان اختفي اختفاء جذري كده بدون اي مبرر ولا تفسير ولا مقدمات، دي اكبر دليل انك شخصية ضعيفة وشخصية مش واثقة في نفسها. احترام الراجل لنفسه ولذاته ولقوته هو انه يواجه الست دي، يا اما يعني يطمنها لو هو فعلا عايز يكمل معاها، يا اما يواجهها ويقول لها انه مش عايز يكمل. دي الاوبشنز الوحيده. يا اما تطمن الست اللي معاك وتديها كل حاجه، يا اما تواجهها وتقول لها انك مش عايز تكمل. لكن اللي في النص ده اللي هو بيلعب، بيرقص على السلم، ولا مديها يعني على حامي ولا بارد، ولا يعني ولا تاخدي منه حق ولا باطل، ده اكبر دليل للاسف انك شخص ضعيف الشخصيه ومش واثق في نفسك ومهزوز. اسفا.